كلام ايه ده اللي انت بتقوليه يا ست انشراح؟ زي ما بقول لك يا رشوان بيه، المبلغ اللي عندكم مبلغ كبير وكبير قوي كمان. 23,000 جنيه ونص، ده مبلغ يتعبني انا كده، حالي هيقف. لا اكيد عندك غلط في الحساب. في حال ان احنا بنتعامل مع بعض من زمان وعمري ما اخرت عنك فلوس. رشوان بيه، انا طول عمري حساباتي مظبوطه بالملي. راجع انت الحسابات عندك، هتلاقي انتوا اللي عندكم غلط. طب استني. اديني يا ابن الحسابات. مين معايا؟ ايوه يا صفوه. المعلمه انشراح دلوقتي بتقول انها ناقصها فلوس عندي في الحسابات. ها؟ طيب ماشي. شوف يا ست انشراح، احنا حساباتنا معاكي مظبوطه وفلوسك وصلت لك بالتمام والكمال. ايه الكلام ده يا رشوان بيه؟ انا ال3 اشهر اللي فاتوا وصلني نص تمن البضاعه، النص التاني لسه عندكم ما خدتوش، وعندي فواتير تثبت الكلام اللي انا بقوله. الله، انت ما تعرفيش؟ مش تمن الحديد في السوق نزل النص؟ عليا انا يا باشا الكلام ده؟ ده الحديد تمنه يوم عن يوم بيزيد، مش بيخس النص. وانا قلت نزل النص، ايه رايك بقى؟ يعني ايه؟ يعني تنسي القديم كله. لو عاوزه تاكلي لقمه عيش معايا تنسي كل حاجه ونبدا من اول وجديد. وفي الحاله دي بقى هبعتلك الرجاله تاخد منك البضاعه من تاني يوم بالسعر اللي انا حدده. يفتح الله يا باشا، معلش انا ما اقدرش اورد لك الحديد الا بسعر السوق، لكن السعر اللي انت بتقول عليه ده ما يلزمنيش. خلاص انت حر. انا 1000 مين يتمنى يشتغل معايا وبسعر اقل من السعر اللي انا قلت لك عليه. بس انا بقى لولا العشره اللي بينا ولقمه العيش ما حبيتش اخسرك. قلت ايه؟ وانا قلت يفتح الله. خلاص انت اللي خسرانه. وانا مش منقوله من هنا يا باشا غير لما اخد كل فلوسي على داير مليون. الظاهر انت ما بتسمعيش كويس. انا قلت لك انت خدتي كل فلوسك ومالكيش عندنا اي حاجه. ده كلام كبير. اديك قلت كلام كبير، والكبير ما يقولش الا الكلام الكبير. الكبير يا باشا ما يكونش الاضعف منه، الكبير ما يكونش الصغير، الكبير ما يبقاش ظالم، الكبير ما يلملمش في اللقم الصغيره ويبقى عايز يسفها. الكلام ده ما يتقالش لابو الدهب، انت فاهمه؟ انا كلمتي سيف ينزل على رقبه اي حد في السوق واولهم انت. فوقي نفسك يا ست انت وشوفي بتكلمي مين، ولا تحب افوقك؟ ماشي يا رشوان بيه، ماشي. لما نشوف مين اللي هيفوق مين. ربنا يكفيك شري. بعدين يا زين هنفضل قاعدين كده حاطين ايدينا على خدنا وحرب مرمي في الاسم. انت مجنون ياض؟ كل شويه هتجرب تموت قدامنا ولا ايه؟ يرضيك اللي بيحصل فينا ده يا معلمه؟ ده احنا برضه رجالتك ومحسوبين عليكي، ده احنا عايشين في فضلة خيرك. غور ياض من قدام العربيه بدل ما هرسك. هتخانق قدامي ولا ايه؟ ما تستنى اما نسمع هو عايز يقول ايه. في ايه يا زين؟ الواد حرب يا معلمه، لسه ملحقش يشم نفسه من السجن، جم الحكومه خدوه وطلعوا بيه على الاسم. واحنا مالنا يا امور؟ ما كله بسببك يا عم ابو ضايع. وقف معوج واتكلم عدل بدل ما اغب عليك. يا واد قلت لك عايز اسمع. ما انت شايفاها يا معلمه بقول كلام زي طرش الليله اهو. حرب اتحبس ليه يا واد يا زين؟ معرفش يا معلمه، انا لسه راجع من الاسم دلوقتي، لا راديو دخلوني ولا ادوني عقد نافع. قلت مفيش قدامي غيرك الجا لك، ما هو انت ست الحته دي ومعلمت المعلمين كلهم. يا سلام ثبتك اهو خلاص يا معلمه. احنا واقعين في عرضك يا معلمه، حرب ده غلبان ملوش حد، خرجيه عشان خاطري. عشان خاطرك انت بس يا واد يا بركه. بكره الصبح هروح بنفسي لغايه الاسم واطلعه، ده لو ما طلعش لغايه بكره الصبح، وربنا يقدم اللي فيه الخير. اطلع بس عياط. يلا بقى غور من هنا. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ست الحته كلها. مش انا سبق وحذرتك وقلت لك مش عايز اشوفك هنا تاني؟ يالا وانا يا باشا جيت لكم برجليا ولا انتوا اللي جرجرتوني على هنا؟ بطل لمضه ولبش يا باشا
يا باشا حد الله بيني وبين الله يا باشا. ده شكله كلامنجي وهيتعبني. مع اني قلت له قبل كده اللي بيتعبني بفرمه. مش حصل يالا؟ حصل يا باشا. الواد ده هنعمل فيه يا باشا؟ ارموه في الحجز. وبكره ابقى اشوف هعمل معاه ايه. هاتوه. مساء الخير يا رؤوف. مساء الخير يا نسا امان. ماله ده؟ ده حته واد بلطجي مشاغب كنا واخدينه على الحجز. انت اسمك ايه؟ ولا ناقصك انت كمان؟ ما ترد عادل يالا. رؤوف لو سمحت. ما تخافش، انا صحفيه ممكن اقدر اساعدك. قول لي بقى اسمك ايه؟ حربي ابو العينين. ابو العينين؟ المهدي. وايه حكايتك بقى؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ سيد الباشا ده كنا بنحقق معاه. هو اللي بتحققوا معاه بتعملوا فيه كده؟ جرايه عسكري منك له. ما يلا على الحجز. انا يا باشا. اكرم فين؟ هتلاقيه فوق في مكتبه. عن اذنك. ادخل. ازيك يا ابي؟ اهلا يا ماني. ما شفتكيش الصبح يعني. كان لازم انزل بدري، ما انت عارف بقى شغل الصحافه واخد كل وقتي. ربنا يعينك. تشربي حاجه؟ لا متشكره. على فكره وانا داخله القسم شفتهم كده واخدين واحد تقريبا اسمه حربي. وده يهمك في ايه الجدع ده؟ شغلي يا ابي. انت ناسي ان انا صحفيه ولا ايه؟ لا يا ستي مش ناسي. طب قول لي بقى عمل ايه الجدع ده؟ عنده قضيه ضرب وتعدي وكنا بنحقق معاه. بس ده كان مضروب قوي، حالته تصعب على الكافر. اماني، كونك اختي ده ما يديلكيش الحق تدخلي عليا مكتبي وتتدخلي في شغلي. ما تنسيش ان انا هنا ضابط المباحث المسؤول وفاهم اصول شغلي كويس. وانا صحفيه وفاهمه اصول شغلي كويس يا ابي. هنا ما اسميش ابي، هنا اسمي المقدم اكرم. وتفتكري ان انت عشان اختي هعمل لك اي استثناء او هتسهل معاكي في حاجه؟ حاضر يا حضره المقدم، بس انا بقى ما طلبتش اي معامله خاصه ولا اي استثناء. يبقى زيك زي اي صحفي بيجي هنا، تاخدي اخبارك من الضابط المختص او من رؤوف، وما تقعديش تلفي في الاسم وتدوري ورانا، والا هكلم رئيسه التحرير بتاعتك واخليها تنقلك من قسم الحوادث اللي انت فرحانه بيه. هي حصلت لي كده؟ انا في الشغل ما اعرفش ابويا. وانا كمان في شغلي لا اعرف ابويا ولا اخويا، ولحد بقى ما تنقلني هشوف شغلي صح وهكتب كل اللي بيحصل في القسم. عن اذنك يا حضره المقدم.